اهلا بحضراتكم في جملتين وبس. احنا النهارده هنتكلم عن حاجه بسيطه خالص اسمها قيمه العمل. يعني ايه قيمه العمل؟ عشان ما نضخمش في الموضوع وما نكبروش، نبسطه لشبابنا ولولادنا ولاخواتنا ولنفسينا، لان كلنا هذا الرجل المقصر يعني. فالقصد العمل يا جماعه شيء مهم جدا في الحياه. العمل مهم للصحه النفسيه، العمل مهم للعباده والدين. ببساطة لو انت عايز علاقتك بربنا تبقى كويسة، عايز ربنا يرضى عنك، لازم تشتغل. كل انبياء الله سبحانه وتعالى اللي كان ربنا قادر بسبب ان هم انبياء ورسله وحبه ليهم حب عظيم، وكان مسخر لهم كل شيء في خدمتهم، ولو كانوا طلبوا ودعوا ربنا باي دعاء كان نفذوا ليهم، وكان حول لهم الجبال لذهب لو عايزين، امرهم بالعمل وكلهم كانوا بيعملوا. الرسول عليه الصلاة والسلام محمد كان بيعمل، عيسى عليه السلام كان بيعمل، ابراهيم كان بيعمل، موسى مفيش نبي من انبياء الله سبحانه وتعالى ما كانوش بيعملوا. فاذا لو العمل شيء ممكن تجنبه او هو مشقه او حاجه وجع قلب او حاجه وحشه ومش ظريفه، كان ربنا خففه على اقرب خلقه اليه اللي هم الانبياء والرسل بتوعه. ده من ناحيه الدينيه. من ناحيه العمل والحياه بقى اللي هي قيمه الحياه. لو انت بتشتغل وبتحب العمل هتلاقي نفسك بتحب حاجة مهمة ومفيدة، لأن إذا أنت اتعلقت بحاجات تحبها مش قادر تحققها، ده بيسبب لك إحباط ويأس لحد كبير. فالناس اللي بتبقى حبها في شغلها بتلاقي فرصة إنها تحقق جزء من النجاح النفسي، أو إنها بتتغلب على مشاكل كتير بتضايقها أو بتضغط على أعصابها، بتفك نفسها بالبلدي يعني بلغة بسيطة، بتفك نفسها في الشغل. الشغل هو اللي بيفكه، تبص تلاقي مزاجه أحسن طول ما هو بيشتغل، تلاقيه كل يوم بينجز. الانجاز ممتع، ان انا عملت حاجه خلصتها حاسس ان انا مبسوط وسعيد وراضي عن نفسي قوي ان انا عملت حاجه كويسه وانهيتها يعني. ده شيء بيسعد الانسان. تخيلوا بقى كمان لو كان في عطاء مادي او في مكسب مادي بحققه كل ما بنجز في شغلي. اشتغلت ساعتين 3 زياده، 4 ساعات زياده، 6 ساعات زياده، يوم اجازه اشتغلته خدت عليه فلوس زياده، تخيل احساسك ساعتها بقى عامل ازاي. انت تعبت اكتر وخدت فلوس اكتر. زائد القيمه المعنويه في عين الناس. اما الناس كلها بتبقى شايفاك بتشتغل او بتجيد عمل معين او شاطر في حاجه معينه، الناس اوتوماتيك بتقدرك، بتبص لك بصه تانية، بتحسك احساس تاني. انت طول ما انت بتتقن عملك. عشان كده كان الاستاذ عباس محمود العقاد كان له كلمه مشهوره نستشهد بيها، كان بيقول قيمتك في عملك، قيمتك في عملك. يعني بمعنى اذا انت عايز تبقى ليك قيمتك تبقى في شغلك. اذا انت طباخ شاطر قوي تبقى انت عند الناس قيمتك عاليه قوي لانك بتعرف تطبخ الاكل الحلو. اذا انت مثلا مهندس شاطر قوي يبقى انت تقدير الناس ليك من خلال عملك في هذا المجال. اذا انت دكتور شاطر قوي تلاقي الناس الصيت بتاعك بيذيع، او قصدي اللي هي بنقول عليها باللغه دلوقتي ايه، شهرتك بتكتر، ليك اسم مسمع ما بين الناس، ناس كتير بتجيلك من كل انحاء الدنيا، ناس بتحجز عندك قبلها بشهور عشان انت شاطر في شغلك ومتمكن من عملك. قيمتك الحقيقيه في شغلك. العكس بقى لو انت بتشتغل اي مجال مهما كانت الشغله براقه وشكلها حلو، يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي الناس كلها يعني في الخيال المصري الشعبي القديم اللي هو ايه، ضباط المخابرات. كان كل واحد نفسه كان يبقى ضابط مخابرات. انتم مش عارفين اصلا ان حتى الناس اللي بتشتغل في المجال ده في منهم ناس بروفيشنال ومبدعين وشاطرين قوي قوي، دول اللي ذكرهم التاريخ ودول اللي عملوا انجازات، حتى لو في ناس منهم مش معروفه كاسم لكن هم لهم قيمه في وسط زمايلهم وعملوا انجازات مصر تقعد سنين العمر كله تفتخر بيه. وفي منهم بيشتغل شغل تقليدي عادي ملوش يعني مش مسمع في حاجه. النقطه اللي غير كده الناحيه النفسيه. كل ما كنت ناجح في عملك، كل ما كنت بتأدي عمل بانتظام، كل ما كنت كل يوم بتصحى من النوم عشان تروح تعمل شغل معين، او حتى بتعمله وانت قاعد في البيت من على الكمبيوتر، او انت بتعمل شغل في اوضه في بيتك، ايا كان العمل اللي انت بتعمله، مجرد انك انت بتقوم من النوم عشان خاطر تعمل شغل، عايز تخلص حاجه معينه بتخلصها في النهايه، ده بيديك ثبات نفسي، قوه نفسيه. احد دعائم الصحه النفسيه. يعني ايه دعائم الصحه النفسيه؟ ان نفسيه الانسان فينا قايمه، او الانسان نفسيته مستقره بناء على عده عوامل. من ضمن العوامل ديت ان انا يكون عندي حاجات انا ناجح فيها، شاطر فيها، مرتاح فيها، بتحقق لي الراحه والسعاده. الحاجات ديت لو موجوده انا ببقى حاسس بثقه نفسيه، والصحه النفسيه بتاعتي بتبقى احسن حاجه.
راجل انسان او امراه سليمه نفسيا، صحيحه نفسيا، رجل صحيح نفسيا بيعيش حياه سويه نفسيا. السواء النفسي ده والصحه النفسيه العمل احد اركانها الاساسيه. الانسان اللي بيشتغل، الانسان اللي عنده عمل دائم منتظره وبيجري وراه وبيسعى له، ده دايما هتلاقي حالته النفسيه الى حد كبير مستقره، لان العمل حاجه من حاجات تانية بتخلي الانسان مستقر نفسيا. كمان العمل فرصتك للمكسب، كل ما عندك طموح، كل ما بتشتغل، كل ما بتفكر افكار جديده، كل ما بتبذل مجهود اكتر. في ناس بتكسب من خلال افكار مبدعه، افكار جديده، شغلها فيه الفرص دوت، او هو بكل شويه بيجدد الكارير بتاعه او بينقل من شغل لشغل. حد كان شغال مثلا بيكتب مقالات، بعد كده بقى بيشتغل على اليوتيوب مثلا، بعد كده بقى بيعمل حاجه تانية. حد مثلا كان شغال سكرتير في مكان، كمل دراسه معينه وبعد كده بقى فني في هذا المكان. حد كنا سمعنا عن الحته دي كتير قوي، ناس كانت موظفين امن في اماكن وبعد فتره عملوا دراسات وعملوا شغل بقوا محامين وبقوا مش عارف ده. يعني عايز اقول انك انت ممكن تنقل كاريرك بافكار مبدعه. في طريقه تانية لنقل الفرص او ان انا احقق نجاح اكتر مادي في الحياه من خلال العمل، بانك انت اذا كنتش قادر انك تغير او قادر تعمل ابداع في شغلك، تقدر تبذل مجهود اكتر. يعني بتشتغل 4 ساعات خليهم 8، خليهم 7، خليهم 10، خليهم 15. كل ما بتشتغل وكل ما بتبذل مجهود وشغل منظم وباستمرار وفي اتقان الى حد كبير، كل ما انت بتحقق دخل اكبر، كل ده ما بيديك قوه اكتر ماليه واستقرار مادي. زائد الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، بمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيحب إذا حد فينا عمل حاجة يعملها بإتقان، يعني يعملها حلو قوي، يعملها كويس جدا. يعني زي ما احنا بنقول لبعض كده، اشتغل بضمير، خليك يا عم اشتغل بإخلاص شوية. الإخلاص اللي هو إنك بتعمل الحاجة كويس قوي عشان ربنا يحب ده، لأن ربنا لو حب الشغل اللي أنت عملته، أولا هيبارك لك فيه، ثانيا هيديك ثواب عليه، ثالثا حاجات بقى اللي أنا قلتها اللي هي النفسية والتعامل مع الناس والقيمة في عين الآخرين، حاجات كتير جدا. العمل قيمة، العمل صحة، العمل مجد، العمل رسالة الحياة، العمل مطلوب مننا لآخر لحظة في حياتنا. لازم تظل تعمل إلى النهاية، ما تبطلش تشتغل. الشغل ده حاجة جميلة جدا، الشغل ده مهم جدا. حتى لو مش لاقي شغل دور على شغل، حتى لو الشغل اللي بتشتغله دلوقتي مش مناسب لقدراتك اشتغل فيه لغاية ما تلاقي الشغل اللي يناسب قدراتك. دور وهو ابدا تقول ان مفيش. ثق تماما انك انت طول ما انت بتخبط على الباب هيجي في وقت من الاوقات لازم الباب ده يفتح. طول ما انت ماشي في طريق لازم الطريق ده يبقى له نهاية، بس انت اختار طريقك صح واستمر في السعي فيه، وفي الاخر خالص ربنا يوفقك. نشكر.